اوبا بقى على الحلاوه، بسكوت مع فول سوداني مجروش متغرق بالشوكولاته. بس ايه حدوته في الكبه، هنبدا نحط اي نوع بسكوت احنا بنحبه، نضربه ضربه حلوه ونشيل البسكوت على جنب بعد ما يكون ناعم خالص، ونحط مكانه فول السوداني ونضرب بقى ضربه حلوه. بس انا عايز الفول السوداني يكون مجروش بالشكل ده. هنبدا نحط الاثنين على بعض، بعد كده معلقه عسل ابيض وثلاث معالق زبده سايحه، واعمل ميكس حلو ورش رشه قرفه وكمل ميكس حلو. انا عايزك بقى تصبح فيها كده لحد ما تمسك معاك بالشكل ده. بص تحس ان انت بتعمل كفته. هات بقى عصيان الشيش وابدا صبع كده كانك برضو بتعمل كفته. اعمل الكميه دي كلها واطلع بالطبق ده كله على الفريزر، سيبها بس حوالي ساعه في حله على النار فيها شويه ميه سخنه، وبوله نبدا نحط فيها معلقتين من الشوكولاته، اي نوع شوكولاته انت بتحبه. انا عايز الشوكولاته تسيح بس على حمام بخار. انت ممكن توفر كل ده وتحطها بس في ميكرويف. الشوكولاته ساحت، هات البرنس ده بقى من الفريزر، ابدا غطسها كده في الشوكولاته. وعلى فكره ممكن تعملها بشوكولاته بيضاء براحتك، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. اعمل الكميه كلها بقى بالشكل ده، والله شكلها يفتح النفس. قبل ما تنشف بقى انت ممكن تحط شويه فستق مجروش، اي حاجه مجروش على الوش. انا عندي قطعه شوكولاته بيضاء بدات احطها على الوش. بقول لكم ايه، حدوته. سيبها تنشف بقى، كل وادعي لي. ما تنساش تعمل سيف للحلقه دي لانك هتحتاجها في رمضان، هتحتاجها في رمضان. كل سنه وانتم طيبين.